هو هنا بيسأل ليه الكوانتم كمبيوتر ما بيقدرش يفك أنظمة التشفير أسرع من دقيقة. يعني هو شايف إن دقيقة ده وقت طويل، إزاي هو بيعمل كل العمليات دي على دايمنشنز مختلفة وما بيخلصهاش في حسبة واحدة؟ أول حاجة، هو ده نوع من أنواع التشبيهات. فأنت مثلا لو في عملية تشفير تقدر تحلها في مليون خطوة. الكمبيوتر الكمي احنا ما قلناش ان هو عنده مليون دايمنشن، ممكن يبقوا 100,000، وبالتالي هيحتاج 10 عمليات عشان يقدر يوصل من 100,000 للمليون. ده بالبلدي كده. الحاجة التانية ان الكوانتم كمبيوتر لم يثبت حتى الآن الكوانتم يوتيليتي في حل نوع معين من انواع التشفير. زي ما قلنا او زي ما تفتكر قلنا، الكوانتم يوتيليتي ده معناه ان هو يثبت ان هو يقدر يحل مسألة معينة كذا مرة احسن من الكمبيوتر العادي بالاكزاكت ميثود. يعني لو جبت مسألة يحلها مرة، جبت مسألة او نظام، لو هنا المسألة هي نظام التشفير، يقدر يحلها كمان مرة، ويقدر كل مرة يحلها سواء اسرع سواء مش اسرع، المهم يقدر يحلها. زي مثلا عملية الضرب، الكمبيوتر عنده يوتيليتي فيها عن الانسان. لو جبت انسان يقدر يحل الضرب وجبت كمبيوتر يقدر يحل الضرب، الكمبيوتر هيفضل يحل مسائل الضرب اسرع بقى او ابطا. ده الادفانتج او ده الكوانتم ادفانتج. فبالنسبه للكمبيوتر الكمي لم يثبت الكوانتم يوتيليتي في حل كل مسائل التشفير. يعني ممكن ينجح في مساله وممكن ما ينجحش في مساله، وحتى الان مفيش خطوره واضحه، ولكن متوقع ان بعد كده يبقى في خطوره واضحه. ففي فرق ما بين الاثنين، وبالتالي السؤال بتاعك ده يبقى فاليد، وساعتها هيبقى ليه اجابتين. لو الاول الكوانتم كمبيوتر له كوانتم يوتيليتي مثلا حوالين نظام تشفير معين، وليكن الاي اس مثلا، فاهم قصدي؟ لكن حتى الان ده لم يتحقق.